بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. مكاش منها يكون وقت الفول ما نجيب لكمش وصفة من الوصفات تاوعا، وصفة جزائرية قديمة واللي هي الفول مشلمل، وصفة تاع الجدات تاوعنا، غير باش نبدلوا في الوصفات وفي الأطباق. وصفة اقتصادية وما تشدش كامل اليد، يعني غادي توجد لنا بالخف، والنتيجة غادي تخلعكم من البنة تاعها. وسر تاع البنة غادي يكون في التتبيلة اللي غادي نديروها لها، وثاني في الطريقة. وماذا بكم لا عندكم الوقت وعندكم الخاطر غيديروا معها خبز تاع الدار، يعني خبز تاع الكوشه ولا خبز تاع المطلوع، خاطش هذا الوصفه مليحه غير تغماس مع الخبز حامي، تجي بزاف بنينه. والنوع تاع الفول اللي غادي نحتاجوه اللي يكون واصل، ماشي هذاك اللي حبته صغيره ويكونوا الحبات من الداخل يكونوا متفركتين، هذاك نفوروه به بالجوه تاعه. بصح هذا الجوه تاعه راكم تشوفوه كي داير، الجوه تاعه كبير. غاد قسناه مليح، عندي 2 كيلو هنايا تاع الفول ونقيته كامل، من بعد قلعت منه كامل هذوك الحبات. حبات كيفاش غادي يجوا، كاين اللي تكون شويه فيها هذاك المشمه، يعني فيها هذاك الخط الكحل، وكاين ما تكونش مشمه. المهم هذا الفول راه واصل والحبه كبيره، هذا هو اللي غادي نحتاجوه. ديته غادي نغسلها مليح من هذوك الحشرات ثاني، ونوخرها على جهه ينشف. هنايا اش باغي نديرو كيفاش غادي نخدموه، شوفوا هنايا خصكم تتبعوا مليح. عندي حبه بصل اللي تكون كبيره، وعندي الثوم ديروا حوالي، نتوما الا كان عندكم ثوم الفص تاعه كبير ديروا حتى 5 حبات تاع الثوم، 5 فصوص تاع الثوم. والبصله الوصفه الاصليه ما فيهاش بصل، انا درت البصل غير باش البنه تاع هذا الاخر تاع هذا الوصفه تجي خاطره وتعطيها ثاني بنه شابه. البصله تعطي الحلاوه. درت هذيك البصله في الاشوار مع هذاك الثوم وخليتها تقلى، نديرو فنجان تاع الزيت ونخلوها تقلى. التوابل شا عندي 4 مغرف تاع الملح، 4 مغرف تاع فلفله حمراء، 4 مغرف تاع كركم، 4 مغرف تاع الكمون، وعندي شويه قل مربوع تاع الحرور، نديروهم كامل هنايا نخلوهم على جهه. ونقلو مليح هذيك البصله. شوفوا هنايا البصل شويه يتبدل اللون تاعه، غادي نعاود نرده في هنايا حطيته في مكان العمل تاعي، وغادي نحط فيه هذا الفول اللي كان نشف من هذاك الماء. نعاود نرد هذا الفول غادي نحطه بهذيك التتبيله. السر البنات غادي يكون تاع البنه تاع هذا الفول غادي يكون في هذه التتبيله، وتتبعوا كامل الخطوات. خش شوفوا كامل الخطوات هكا باش الوصفه تاعكم تجي بنينه، تجي بنينه كي الحسل. ونعاود نرد الطنجره تاعي على النار ونخليها على نار متوسطه وتتقلب في خطرها وعلى غرضها. والنجاح تاع الوصفه كامله البنات راه النجاح تاعها في التقليه. التقلية عندها دور كبير في النجاح تاع هذا الوصفة. غادي تقعدوا تقلوا ساعة على ساعة، تحركوه في الجوانب كاملة حتى هذاك الفول يتشبع كامل التوابل. ونبقوا دائما نقلوا ونحركوا في هذا الفول مدة اللي تكون مليحة، يعني حتى 8 دقائق هكاك، حتى هذاك الفول يتشرب كامل السوائل. شوفوا هنايا اللون تاعه راه تبدل. نتوما قادرين البنات ما ديروش في طنجرة تاع الضغط، انا درتها غير باش نسرع في العملية تاع الطهي. نتوما بغيتو ديروا في طنجرة عادية ديروا ثاني، ولا قادرين ديروا في الطنجرة تاع الطين. درت هنايا كمشة تاع القزبر، انا كانت عندي القزبر كان عندي قليل، نتوما ماذا بكم ديروا كمشة اللي تكون مليحة، تقطعوه مليح وديروه هنا على هذاك الفول اللي كان تقلانا. وندير ثاني الطوماطيس تاع الحب، درت انا 2 حبات كبار، نتوما بغيتو ديروا 2 حبات كبار ولا حتى 3 حبات اللي يكونوا متوسطين. ونديروا 4 مغرف تاع طوماطيس تاع الباطا. نخلطوا كامل هذا التوابل كامل، نخلطوهم مع بعض مع هذاك الفول. وشوفوا هنايا الفول من كثر التقليه راه بدا يدخل لها طياب. هنا صايي غادي نحبسوا التقليه ونجيبوا الماء غادي نمرق، نحط فنجان الاول ونحط الفنجان الزاوج. من بعد غادي نغلق على الطنجره تاعي، انا بما انه راني درت في الطنجره تاع الضغط ما نحطش الماء بزاف باش من تاعنا البويون تاعنا ما يجيش بزاف ويجي ميه، والفول البنه تاعه ما تبانش. هنا حطيت قد ما يتغطى راه ما بانش البنات، قد ما يتغطى هذاك الفول وهذيك الصوص تكون باينه. من بعد راني نبلع الطنجره تاعي، نحسب 10 دقائق على نار ناقصه وشوفوا النتيجه كيفاش. ها هو الفول تاعي لقيته طايب، ومن بعد البنات لقيته شويه ناشف، زدت غير شويه صوص قد فنجان واحد اخر صغير، غير هكا باش نتحصل على الصوص اللي تكون خاطره وتكون شويه نقدروا نغمسوا فيها. نتوما اللي كان درتو في طنجره عاديه عادي طيبوه في طنجره عاديه وعلى نار نفس الشيء، نار ناقصه. بصح الماء الكميه تاع الماء غادي تختلف، غادي تزيدوا الماء قادرين ديروا حتى 3 فناجيل ولا 4
ربع فناجيل. والطنجرة تاعكم راها قدامكم، خلوا هذاك الفول راه يطيب، من بعد غادي كي يطيب لقيتوه ناشف ولقيتوه لا كان فيه الماء، خلوا الطنجرة تاعكم على النار، تزيدوا لها شوية نار باش تنشف شوية، تحصلوا على كاين الخصل الصوص تكون كاينة باش تغمسوا. ولا كان الطنجرة تاع عفوا لا كان هذاك الفول تاعكم لقيتوه ناشف، زيدوه شوية تاع الماء اللي يكون مغلي باش الصوص تاعكم تقدروا تحصلوا على صوص شويه خاطره وتقدروا تغمسوا فيها عادي. الا كان عندكم طنجره تاع طين قد تجي غايه الغايه، تجي شابه بزاف. راكم كما راكم تشوفوا الطريقه تاع اليوم ساهله ماهله، هذا الوصفه ما فيها لا مجهود لا مال لا وقت، بدون لحوم، ما فيها لا فرماج لا والو، والنتيجه غادي تخلعك. غادي مادامك تاكلي فيها ما تقديش كاع تحبسي. هالوصفه تاع اليوم حسن وصايي، البنه تاعها تجي بزاف بنينه، الصوص تاعها تجي خاطره وعاقده. راني متاكده غادي تجربوا الوصفه غادي تعجبكم. خلوا رايكم في التعاليق، ما تنسونيش بلي جيم باش تحمسوني. والوصفه كما قلت لكم مليحه غير تغمس مع المطلوع حامي، تشهي البنات بنينه حسن. الى فيديو قادم ان شاء الله، السلام عليكم.